ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده زي ما انتم شايفين العنوان بتاع الفيديو، هنشرح الخروجه الحلوه تتكلف كام في تركيا. يعني عشان نخرج خروجه كده نعمل كل اللي احنا عايزينه هتتكلف كام. تمام. جات لي فكره الفيديو من ايه؟ من الناس اللي بتبعت لي جايين سياحه في تركيا يوم ايه في الصيف ده. فكذا حد بعت لي وعايزني اقول له يعني الخروجه ممكن تتكلف كام، او الاقامه ممكن يقعدوها في تركيا لمده اسبوع تتكلف كام. فانا هشوف لكم يوم بسيط في تركيا يتكلف كام. مع العلم بقولها في اول الفيديو ان متوسط دخل الفرد في تركيا 17,000 ليره. بمعنى ان اقل شغل بتخشوه هتاخدوا 17,000 ليره، يعني اقل حاجه. يعني انت مثلا حد داخل على اول حاجه لسه بتبتدي تقول يا هادي حديث التخرج 17,000 ليره. تمام كده. وطبعا بتختلف بقى الاشغال لحد وانت طالع بقى لحد ايه 100,000 ولا بتاع. المهندسين، المحاسبين، الدكاتره تتراوح بقى من اول 40,000 وانت طالع بقى، فاهمين؟ يعني الحاجات دي بتختلف من شخص لاخر، ولكن المبتدئ ب 17,000. تعالوا بقى نشوف كده الخروجه هتتمشى ازاي وهنجيب ايه، وهقول لكم على كل حاجه اسعارها ايه، وهكتب لكم حتى في الشاشه الدولار بيساوي كام ليره والجنيه بيساوي كام ليره. بس كده ويلا بينا. فاحنا لما حبينا نخرج ونعمل الفيديو ده فقلنا نيجي في مكان بقى حيوي. تمام. مكان بقى فيه ممشى، فيه ساحل، فيه بصوا فيه مأكولات كتير. فاللي هو اللي هيجي في عينينا ونفسنا نعمله فيه هنعمله بس كده. فالخروجات دي يعني ما بتتكررش كتير. واحنا كمان خرجنا بعد الفطار لان مفيش بني ادم عاقل في تركيا ينزل يفطر ويتغدى ويتعشى بره. يعني هو يعني هي خروجه في حاجه واحده يعني. تمام. بس فاحنا خرجنا بعد الفطار وبس كده. الناس بقى اللي بتقولي مشينا في الشوارع معاكي، فانا بمشيكوا اهو في الشوارع معايا وانا بحكي والوك عليكم. بصوا مثلا الناس اللي ماشيين في الشوارع وعايزين ياكلوا حاجه بسيطه او حاجه سريعه. بصوا سندوتش الدونر ده انا قلت هعرفكم على الاسعار النهارده. بصوا بحوالي كام؟ 70 ليره. ده بيبقى لوحده من غير اي حاجه. يعني انتوا بتشتروا بعد كده الكولا او بتشتروا بعد كده اي حاجه غازيه يعني، والايران والحاجات دي بفلوس تانية. تمام. فهو من ابسط الحاجات اللي ممكن تاكلوها هنا برضو اللي هو سندوتش الدونر ده، اللي هو هتمشوا بيه يومكم وفي نفس الوقت تكونوا ايه اكلتوا يعني. حاجه بنروح نطلبها واحنا ماشيين كده عصير لليلى، عصير برتقال. عصير البرتقال هنا هو بالصوب 50 ليره. تمام. والعصاير التانية هي كلها. فالناس برضو ممكن تاخد سكرين شوت وتترجمها على الجوجل ترانسليشن اسم العصير بالسعر بتاعه. اقربها لكم شويه. تمام كده. خدتوا سكرين شوت خلاص. تمام. وبصوا المكان ده بيعمل عصاير طبيعيه كتير، اناناس وبطيخ يعني كل العصاير طبيعيه. وده حاجه مش مشهوره في تركيا قوي. وبصوا المانجا اللي تحت دي مش مشهوره في تركيا خالص الحاجات دي. فلما تلاقوا مكان بيعمل عصاير طبيعيه يعني هم مشهور عندهم بس البرتقال. يعني البرتقال ممكن عصير طبيعي مشهور قوي، لكن مكان بيخلط العصاير مع بعضها وبيعمل كذا نوع وكمان بالمكسرات والحاجات دي. فغالبا هتلاقوه مكان اسعاره عاليه، وهتلاقوا عنده اوبشنات كتير. تمام. فهو عصير برتقال عامة بره في الكافيهات بحاجة و60 حاجة و70 50 كده يعني. فهو أصغر حجم هنا ب50 ليرة بس. والمكان ده أصله إيراني. تمام. حتى هتلاقوا الفارسي هو مكتوب بالفارسي بس كده. فهنشتري الليلة ونكمل طريقنا بقى. بصوا والميديا دي اللي هي البلح البحر المحشي رز، الواحدة ب8 ليرة. تمام. ودي من الأكلات برضو الشعبية اللي ممكن حد يقعد يقزقز فيها كده لو معهوش فلوس كتير، بس أنا مش بحبها قوي يعني. اسمها الميديا. تمام. واكيد انتوا عارفينها وانا ما اعرفش موجوده في اماكن تانية ولا لا، بس انا الاماكن اللي شفتها فيها اول ما جيت هنا تركيا بس. غير كده ما لقيتش يعني ميديا في اي مكان تاني، او اعرف ان هي في اي محافظه تانية من مصر حتى. فلو عندكم ميديا قولوا لي في انهي محافظه وهل بتكون محشيه رز ولا لا. بس كده. دلوقتي بقى طالعين على الساحل، طالعين على البحر، وهنشوف بقى هنعمل ايه. فانا بصوا بخطف لكم كده الحاجات اللي فيها اكل في الاول اللي ممكن تاكلوها في تركيا انتوا ماشيين في الشارع وكده. بعد كده ان شاء الله لما نرجع نفس الميدان ده هوريكم الميدان نفسه فيه ايه. تمام. بصوا مثلا حاجه اسمها الاسلاك برجر. احنا ماشيه بصوا لقيتها اهو. الاسلاك برجر او البرجر المبلول الواحد ب50 ليره. بيبقى برجر كده مبلول صغير. بعد ما بيعملوه هو ليه سموه اسلاك عشان بعد ما بيعملوه بيحطوا عليه صوص احمر بيخليه زي طري كده. تمام.
فعشان كده سموه اسلاك برجر. والواحد بيتباع ب50 ليره، بس هو صغير قوي 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 يعني، ما يكفيش اصلا ليله يعني، حجمه عامل كده يعني الدونات اكبر منه مثلا. بس فجه في طريقي فقلت اوريه لكم بالمره. هنطلع على الكوبري اللي هناك ده ونروح الناحيه التانية، هيبقى قدامنا البحر على طول. بس خلاص عدينا الكوبري ده وهنلاقي البحر كده في وشنا. بحب قوي المنظر بتاع السفن ده او المراكب الصغيره اللي راكنه ده. واحلى حاجه في هنا في اسطنبول او في كل محافظات تركيا، بس بتكلم عن المحافظه اللي انا عايشه فيها، ان اي ساحل فيه كافيهات اسمها الكافيهات المدعمه الحكوميه. فالناس اللي هتيجي هنا وعايزه تقعد في كافيه حكومي مدعم بيبقى في وش البحر، الفيو بتاع جايه ليلوش تعالي خلاص جه الفيو بتاعه بحر وكمان مدعم، يجي كده في اي ساحل هيلاقيه. واسم الكافيهات الحكوميه هنا اسمها بيتشور، اللي هي BETUR، بس انا لدغه في حرف الر فما بعرفش اقولها. هي اسمها البيتشور. تمام. بس كده هننزل على السلم ده ونعدي الناحيه التانية، وهنوريكم اسعار الكافيهات هناك عامله زي الحكوميه. طبعا الناس اللي متابعه المسلسلات التركيه قولوا لي شفتوا المنظر فين ده قبل كده. طبعا شفتوه في كل السواحل في كل المسلسلات، بس في مسلسل تركي اتصور في المنطقه دي، كان مسلسل قديم قوي اول ما المسلسلات التركيه دخلت. فده يعني المعلومه دي قالها لي حسين، اول ما المسلسلات التركيه دخلت مصر في مسلسل كده اتصور لبطلين، والبطل ده اسمه اتكرر في مسلسلات تانية بنفس الاسم، وجم هنا ركبوا حاجه في الساحل كده، وكان الساحل ده تمام اللي هو ساحل منطقه بكركوي. فالناس اللي متابعه تقول لي، ولو انتم مش متابعين ومش متذكرين هكتب لكم المسلسل اللي اتصور عليه في المكان ده في اول كومنت مثبت. بس خلاص الكافيه قدامنا هناك اهو هنقعد فيه. كله حكومي يعني، كل ده حكومي بالالعاب بالكافيه بالساحل يعني كل ده ببلاش. تمام. الالعاب ببلاش، الكافيهات يعني ارخص حاجه في الاماكن كلها بتبقى ارخص حاجه الكافيهات دي. والفيو طبعا هو اللي ببلاش يعني. الحاجات دي مثلا في اسكندريه عندنا لما بنلاقي مكان فيه نفس الاشكال دي بيبقى غالي جدا جدا. من خلال يعني زيارتي لاسكندريه اخر مره، في اي مكان كان على البحر كان بيبقى غالي بصراحه. ده حتى البحر هنا قدام على طول يعني، مش مسافه كبيره. بس كده. فاللي هو ده امتع حاجه هنا اللي ممكن تتفسحوا باقل التكاليف يعني. بصوا الكافيه هناك اهو شايفين، بس احنا ليلى شبطت تلعب شويه فقلنا هنلعبها شويه، بعد كده هنخش على الكافيه على طول. بصوا داخلين دلوقتي الكافيه، بس يا رب نلاقي مكان على البحر. وده اسمه اهو بيلتور مش بيتور، بيلتور يا جماعه. انا اسفه. بصوا زحمه قد ايه اصلا. بصوا دي الاسعار. اسعار بالنسبه لحاجه على البحر طبعا لا شيء يعني، اكنكم مش دافعين اي حاجه. بكلي جزمه. طيب الشاي والكابتشينو لما يتحضروا طبعا ايس كريم لليلى هنا. ايس كريم طبيعي، كل مكونات طبيعيه عشان الاطفال، بيبتدي من 30 ل 75. وكمان وانا ماشيه شفت حد بيبيع بره كده بره الحديقه في سندوتشات فلافل هنا. السندوتش ب165، بس مش عارفه هم اتراك ولا سوريين، بس ده المنيو بتاعهم. وكل منتجاتهم بدون جلوتين، اللي هي بدون جلوتين او جلوتين اسمها جلوتين سيز يعني خاليه من الجلوتين. تبع برضو الكافيه الحكومي كله يعني. How much one بصوا الاسعار كلها هكتبها لكم فوق عشان نشوف توتال الخروجه. اوتوزما 30، حسين هجيب لها اللي هي ب30، فهكتب لكم كل الحاجات.
فهكتب لكم كل الحاجات اللي اتكلفتها الخروجه عشان تشوفوا الخروجه كلها هتتكلف كام. طبعا لسه في غدا وكده، فتابعونا يعني في الاخر. بس كده عشان كله عشان يهون، عشان خاطر ليلوش، والنهارده عيد الام التركي يا جماعه، او عيد الام العالمي، فهم بيخرجوني برضو. بس انا لسه وقتي ما جاش يعني، انا لسه الغدا بتاعي ما جاش يعني. خلاص خلصنا قعدتنا جوه، فانا نتمشى على الساحل. عايزه اقول لكم الساحل ده والمكان ده اللي احنا فيه اللي هو بكركوي من ارقى الاماكن الموجوده في اسطنبول، واكثرها رفاهيه. مش رفاهيه اللي هو بحر وبتاع وجنينه، لا، رفاهيه اللي هم انواع السكان اللي ساكنين فيها. يعني ايجاراتها غاليه جدا، تمليكاتها غاليه جدا، مطاعمها برضو غاليه، بس فيها ده وده. ولكن هي ممشى حلو قوي، الناس بتيجي تتمشى فيه، سياح كتير وكده. هي جنب حاجه اسمها ييشيل يورت. الاتنين جنب بعض، ما يفترقوش عن بعض كتير، بس اللي هما بقى هاي كلاس جدا. خصوصا المحطه اللي قبلها اللي هي ييشيل يورت دي، ناس متميزه شويه يعني هتلاقوا ناس كمان مشهوره ساكنين في المكان هنا، خصوصا البيوت اللي في وش البحر اللي هناك دي. يعني ممكن وانتوا ماشيين تقابلوا ممثل كده من الاماكن دي كده. وفي منطقه تانية اسمها كادوكوي برضو وانتم ماشيين ممكن تلاقوا ممثل ماشي بيمشي الكلب بتاعه مع ممثله، يعني فاهمين، يعني ممكن تقابلوا اي حد في اي مكان. بصوا المطعم ده بيعملوا اللي هو الحاجة اسمها الجزلمة. بيكونوا قاعدين كده على الطبيعة والناس بتطبخ يعني، او الناس بتعمل العجين ده وبتبيعوا كده اللي هو طازة بطازة يعني. فاحنا المفروض هنتمشى في الميدان شوية ونشوف احنا هناكل ايه، وهشارك برضو معاكم الاسعار. بصوا بقى الميدان بقى كله حاجات للشوبينج يعني. بصوا محلات شوبينج. هتلاقي كل الميدان فيه ستاندات كده بيبيعوا الحاجات اللي هي مثلا ب150 ب100 والحاجات دي. بس بالنسبه لي جودتها سيئه يعني، لان المكان هنا زي ما قلت لكم الملابس فيه المحلات حتى غاليه، فاللي هو الحاجات اللي بتبقى رخيصه قوي بحس جودتها مش واو يعني. بصوا ستاند مثلا الفساتين ده كلها ب400. احنا ممكن نلبسهم في مصر لو رايحين مثلا حاجه فيها الساحل الشمالي، شرم الشيخ، الغردقه، اللي هو الحاجات اللي على البحر دي، فاهمين، اسكندريه، الحاجات دي يعني. لكن هما بيلبسوها ممكن عادي في الخروجات في الشوارع يعني. كان برضو هنا مشهور بفساتين الافراح والزفاف والسهرات. فهو الميدان ده كله كده يعني، اي ميادين قريبه من البحر هتلاقي نفس الشكل. بصوا المحلات في كل مكان. في يوم من الايام كده عايزه اخش اصوركم المحلات اللي في الشوارع دي، تبقى غير اللي هما الحاجات اللي في المولات، تبقى مختلفه يعني. واحنا ماشيين لقينا محل المكسرات ده وكان عليه زحمه قوي، فقلت اخش كده اشوف الاسعار. بصوا الحاجات اللي بتبقى هدايا دي للسوية، ممكن like gifts when you go some place yeah. الحاجات اللي بتبقى هدايا دي وانتوا رايحين مثلا من تركيا لبلدكم كده، مش عارفه اجمع الكلام. بصوا
هرمة من جوه. بصوا ده بلح، بلح بالمكسرات كده. الباكت ده ب69 70 يعني. وبصوا القهوة دي مشهورة قوي، اسمها سما، شفتها كذا مرة على ترنديول بس ما اعرفش طعمها ايه لو حد استعملها. بصوا ب80 ليرة. واللب ده حلو عليه لب سوري، لكن هما بيقولوا عليه لب من مكان تاني يعني. اللب ملهوش مكان معين. ب70 الباكت، لا ب74. بصوا الحاجات الهدايا بقى زي ما قلت لكم كل دي هدايا. بصوا 99. الاكبر منها دي ب118. بصوا دي فواكه مجففة ب84. بصوا ده ملبن look so much beautiful ب109. $25. بصوا بقى، ودي كل انواع المكسرات اهي. المكان زحمة جدا جدا. بصوا دي ب50. دي ملبن بالشوكولاتة متغطي برضو ب50 150 جرام. والمش عارفة دي بكام دي، اعتقد دي 150 جرام اللي قصدهم عليها ب50 ليرة. I don't think these 150. دي ب200. 200 ب200 والله جزال. yes. بصوا دي ب230 ودي ب288 الاكبر منهم. بصوا لطاف قوي قوي يعني. اكتر حاجه فعلا بصوا مكتوب عليها اسطنبول عشان بجد تحفه للهدايا يعني. ب214. فاي حد عايز يجي هنا هيلاقوه في ميدان بكركوي يعني المحل ده. يس حاسين بيقولوا الاسعار حلوه according to shape اسكوزال. يس ما شاء الله يعني. وبصوا في العلب العاديه دي، وفي العلب اللي هي بتبقى صفيح دي ب284. والعلب بقى الصغنونه دي لو هتجيبوها لاصحابكم للافراد الصغننه يعني بالفرد الواحد ب30. بصوا ده المكان. بس كده هطلع لان فعلا الدنيا زحمه جدا. هادي الدنيا زحمه قوي ومش عارفه اصور وفي ناس كتير فمش عارفه ابقى براحتي يعني. بصوا المشكلات دي ب205 اعتقد. يلا بينا. بعد كده بقى هنيجي نتغدى. فحسين عايز يتغدى اللي هو الكمبير او البطاطس اللي بتتفتح دي، بيتحط جواها مسلوقه، بيتحط جواها كل الحاجات دي. فهنطلع فوق ونطلب يعني. ودي الصوصات، وده الكمبير الحلو اللي هو الوافل يعني. بصوا ده بيبقى شكله. بصوا بس هنطلع فوق ونطلب بقى. هادي بصوا ده سعر الكمبير الواحد 240. بتحطوا بقى فيه اي حاجات من دي يعني، مثلا زبده، جبنه، بتختاروا بقى كل الحاجات اللي انتوا عايزينها من الحاجات دي. تمام. والمكان اصلا فيه حاجات كتير يعني، مش كمبير بس يعني، في بيتزات وفي مكرونات وفي حاجات. ولو انتوا يعني بتاكلوا قوي يعني فتطلبوا كمبيره ليكوا. لو انتوا بقى شخصين ما بتاكلوش كتير او يعني بطاطسيه بتبقى كبيره يعني طول كبيره،
هوريها لكم لما تيجي، بتطلبوا واحده بس. فهو حسين هيطلب كومبير واحنا هنشوف نطلب ايه تاني. الوافل برضه ب 240. بس فهنشوف ايه الحاجات اللي عايزينها، ولما تيجي هقول لكم واكتب لكم الاسعار عشان تشوفوا الخروجه كلها اتكلفت كام، والناس بقى اللي جايه سياحه تحسبها بقى. بصوا الكومبير وصل اهو، بصوا كبير قد ايه، كبير كبير. ايه شايفين حجم الايد؟ اكبر من الايد يعني بالظبط كده. بصوا وبيتاكل بقى مع، بصوا جواه ايه. انا ما طلبتش كومبير، انا طلبت بيتزا انا وليلى، بيتزا كبيره لي انا وليها يعني. بس بصوا بيبقى جواه ايه كل ده بقى. وبصوا البيتزا هي جت وانا طلبت معاها صودا. بس هناكلها انا وليلى ونخلص بقى ونشوف هنعمل ايه بعد كده. وحسين تقريبا خلاص قضى على الكومبير بتاعه خلاص اهو كده. خلاص احنا خلصنا، المفروض هنمشي لحد المكان اللي هنركب منه. بس عايزه اقول لكم يعني ملحوظه ان مش كل حد المفروض ياكل بالسعر ده، لا انا بديكوا افكار يعني تمام. ومش كل خروجه المفروض تدفعوا الاسعار دي، لا يعني في ناس مثلا بتخرج تشرب شاي بس، تشرب قهوه بس. ولكن احنا النهارده خرجنا مكان بعيد، فاللي هو عايزين بقى النهارده زي ما قلت لكم عيد الام هنا، فاللي هو عايزين نفرج عن نفسنا يعني، نتفسح فاهمين. حتى لو عملتوا على فكره الاكل ده في البيت هيتكلف. هنا الاسعار زي ما قلت لكم. تشوفوا السوبر ماركت، لا مثلا كيلو اللحمه ب 550، في حاجات ب 600. كيلو الصدق مثلا او السجق التركي ب 600 700. الجبنه الكيلو ب 230. الزبده مثلا الكيلو ب 200 برضو 250. فالامر يعني برضو اعتقد في البيت برضو توفير شويه. ولكن هي دي الاسعار في تركيا يا جماعه. الوجبات اللي هتاكلوها بره لو مثلا مش من كومبير، حتى اللي هو البطاطس ده تاكلوا وجبه فراخ او حاجه ب 200 وحاجه برضو، فاهمين. البيتزات بتتراوح من 200 لحد 300. فاللي هو الاسعار هنا يعني مش للاسف مش رخيصه. ففي ناس كمان بتهرب كتير من انها تيجي تركيا اليومين دول بسبب الاسعار بتاعتهم يعني. فده يعني ده المجمل اللي عايزه اوصله لكم، ان ممكن خروجه زي دي لو بقى 3 افراد ولا حاجه ممكن تكلف 1000 وانت طالع. ولو هتخرجوا بقى بعد الاكل في البيت ممكن تكلف اقل بكتير، لان الاكل لوحده مثلا خد 500، فاهمين قصدي. فده اللي عايزه اقوله لكم يعني. والراجل ده في الاخر كده عايزه اقول لكم اللي هو قال ان انا هغني عشان عيد الام، فهغني اغنيه فيها حب، فبيغني اغنيه فيها حب دلوقتي. هنا شوارع تركيا كلها حب، وليلى بترقص معاه بس كده ده كان يومنا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه شويه شويه، وقدرت اوصل لكم فكره ان الناس اللي بتسالني في تركيا الاسعار زي زمان، لا الاسعار مش زي زمان خالص. يعني اخرجوا واستمتعوا كده، ولكن حاولوا انكم تعملوا اكتر حاجه في البيت يعني، فاهمين. هتتكلف بس على الاقل مش كل يوم هتصرفوا 1000 ليره، فاهمين قصدي. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ونختم باغنيه الحب دي، واشوفكم فيديو جديد، ومع السلامه. Hadi böyle yap.